كل ما يدور في قلبه، كل واحد كل ومقصوده. كواحد منكم يريد زوجة، واحد يريد شغلا، وواحد مشغولا، وواحد هنا جالس في مهمة ليكتشف ماذا يدور في هذا المدى، هو خروج سيدي المدير، ولماذا خرج، ولماذا دخل، وماذا يدور في قلبه، وما يدور في عقله، وما يدور في قلبه. حبة الملك ومحبتكم، أننا نقوم باستقبالكم بمحبتهم وبترحاب، لأنكم في داركم والزاوية زاويتكم، فأنتم كلكم تمثلون الشيخ، لأنكم كتب الشيخ، تمثلون الطريقة بأخلاقكم، لأن الطريقة ليس استراتيجية سياسية، بل هي استراتيجية ربانية أخلاقية من أجل النفع للبلاد والعباد وملك العباد حفظه الله. فلا خوف على هذه الدار وعلى مستقبل هذه الدار، سواء كان جمال أو منير أو مراد أو معاد أو فؤاد، كيفما كان، هذه مسألة. إنما أن هذا السر في الحقيقة هو اتصال سند رباني يجعل لهذه الطريقة يعني شرعية واتصالا في السند. هذا معروف في العلوم الشرعية. الإجازة ينالها من صاحب الإذن أو صاحب الإجازة التي أخذها من شيخ عن شيخ في الحديث وفي مرويات الحديث، وهذا كلكم تعرفونه. إذن فلا يمكن أن نجرد الطريقة بهذه الشرعية الربانية، فإن جردنا هذه الطريقة بهذه الشرعية الربانية أو قصد مصالح معينة، سوف لن يخدم هذاك الذكر أو ذاك الإذن، يعني تعطل. فلا بد يعني أن نخدمها سواء من قريب أو من بعيد أو من وسط يعني المجلس أو من الزاوية أو من ركن الزاوية. كل واحد يخدم هذا السر وهذه الأمانة يعني بصدق وإخلاص، لتجتمع الهمم على خدمة ملكنا ووطننا وخدمة الصالح العام وخدمة البشرية جمعاء. هذا هو المعنى، لأنه يكون الإنسان مواطن عالمي بهذه الأخلاق اللي كيشتغل بها الثوابت الدينية المغربية، يصبح مواطنا عالميا أينما كان، يعني يحب هذا البلد، يرتبط هو مع الله يعني بلا علاقة وبلا هم. أينما وجد في أمريكا وفي نيويورك هو يحس بهذه التجربة، بهذه الصحبة، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بهذا المدد وبهذا السند، يحس أنه مع الله سبحانه. اتق الله، الحديث يقول في أربع داوية: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الإنسان كيفما وصلت درجته من العلم، من المعرفة، من المسؤوليات، كيفما كان، فلا بد أن يلقى الله بالقلب السليم، بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. إذا نشتغل جميعا هنا تستمر يعني العمل، يعني وكلكم تحملون هذه المسؤولية وهذه الأمانة هذا السر الرباني، نشتغل على خدمة وطننا وبلدنا بإخلاص وصدق. هذا هو خصنا نخدمه، وهذا أشار إليه جلالة الملك محمد السادس حافظه الله ورعاه في جميع خطبه، يعني سواء في كل المشروعات لا تنجح إلا بالإنسان الصادق المخلص، وهذه التنمية البشرية اللي احنا محتاجين لها، يعني ننمي أخلاق، ننمي تعلق، المحبة، الصبر، الإيثار، التعاون، التآزر، التضامن. هذا هو دور التصوب بصفة عامة الثابت من ثوابت هويتنا الدينية. دور الطريقة القادمة البوتشية بفقرائها بشبابها، وهم من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم. دائما نكون دائما شباب قلوبنا بعيدين عن العجب والرياء والادعاء، وأن نواصل العمل، الاستمرار في العمل. إن القناعة من الله حرمان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لتستمر هذه المهمة، العمل من أجل كل واحد، أن يكون في كل واحد منكم همة 1000 رجل،
حتى يبلغ هذه الأمانة بتعلق بوطنيته وبثوابته الدينية، ليس من أجل العجب والرياء وانتظار ثناء الناس عليه، بل يكون خلقا يمشي فوق الأرض وثابت من ثوابت هذه الهوية في معاملته مع الآخرين، بل المحافظة عليها، بل الحرص على الدفاع عنها بكل صدق وبكل مروءة وبكل بهذا النفس الروحي اللي هو اسمه الفتوة. هذه الفتوة اللي أنتم تحملونها فتوة وما تحمله من معاني روحية. هناك قوة ظاهرية وقوة باطنية، والقوة الباطنية هي التي تمد هذا الظاهر وهذا الجسم، لأن الظاهر عنوانه بذكر الله سبحانه وتعالى، بمحبة الخير للجميع عن طريق الذكر بدون عجب ولا رياء، بالنية الصادقة، لأن النية هي أصل، هي قطب الرحى في جميع الأعمال العبادات والمعاملات. فإذا صلحت صلح الجسد كله، لأن هي في القلب، وهذا القلب يصدع وجلاؤه ذكر الله. فجعلنا من هؤلاء. نشكر كل من ساهم في هذه الجامعة، الاعتكاف الجامعة